شن الفنان الإيطالي أليساندرو ليكو هجوماً صريحاً على الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك، وذلك بعد مطالبتها بمبلغ ضخم من المال من طليقها أشرف حكيمي. وأضاف المنبر نفسه أن ليكو وصف هذا النوع من الزواج بالتجاري، خاصة بعد قرار هبة عبوك رفع قضية على حكيمي ومطالبته بمبلغ يصل إلى 11 مليون دولار بعد الانفصال. ما زال الجدل قائماً حول طلاق نجم المغربي أشرف حكيمي والممثلة الإسبانية هبة عبوك إثر اتهامه بالاغتصاب من طرف فتاة فرنسية. على إثرها رفعت زوجته السابقة دعوى طلاق وطالبت بمبلغ كبير كتعويض. وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد طالبت هبة عبوك عن طريق فريقها القانوني بمبلغ 10 ملايين يورو، بينما عرض عليها اللاعب المغربي مليونان فقط. وتشير الصحيفة أن هبة عبوك وجدت نفسها في صدمة كبيرة جراء اكتشافها أن ثروة طليقها بأكملها كانت باسم والدته، الأمر الذي أحدث تغييراً جذرياً في شروط أي تسوية محتملة للطلاق. ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى الاحتيال وسوء إدارة أصول الزوجية، في وقت قالت والدة أشرف حكيمي: ابني لم يبلغني بتحويل كل ثروته لحسابي، وأن من حقه حماية نفسه من تلك المرأة. وفي مقابلة لهبة عبوك مع مجلة إسبانية، قالت خلال تصريح لها: هناك أيام أكون فيها بخير، وأخرى يتعين عليك فيها معرفة كيفية التعامل مع الضربات، واتخاذ قرارات معقدة في أحيان أخرى، ويمكن أن يؤدي ذلك حسب قولها إلى فقدان التوازن قليلاً عند الانفصال، وعندما تحاول أن تعيد هيكلة حياتك من جديد. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.